بالنسبة لصلاة الجنازة كثروا الصفوف وأخلصوا لميتكم الدعاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافه اللهم اعف عنه اللهم أكرم نزوله اللهم وسع مدخله اللهم بدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم اغسله من خطاياه بالماء والبرد والثلج. اللهم من كان منهم محسنا اللهم زد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تفتنا بعده. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الكرام، اختلف العلماء في مسألتان. المسألة الأولى رفع اليدين عند التكبير للجنازة، فاتفقوا اتفاقا عند التكبيرة الأولى الله أكبر، واختلفوا في الرفع في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، فبعضهم ذهب إلى الرفع عند كل تكبيرة وبعضهم قال لا يرفع، وهناك خلاف للعلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية إذا تعددت الجنائز فمعنا جنائز كلها رجال فتقف في صف واحد، أما إذا كانت هناك رجل وامرأة فيقف الإمام عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة كما سنرى ونبين إن شاء الله. بالنسبة لنزول الجنازة والمشي فيها نرى ذلك عمليا. بسم الله. لا إله إلا الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيوة بس. مشاهدين الكرام، بالنسبة لجنازة المرأة تكون مغطى، بالنسبة لجنازة الرجل لا تغطى. وجد علي رضي الله عنه جنازة رجل مغطى فسحب فقال ما هذه البدعة التي لم أرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعددت الجنائز جنازة رجل وجنازة امرأة يقف الإمام عند رأس الرجل ويكون في وسط المرأة، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يأتي بصيغة الجمع اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم اللهم اعف عنهم. وإن كانت جنازة امرأة فقط يقف الإمام عند وسط المرأة ويدعو لها بصيغة التأنيث اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم عافها اللهم اعف عنها اللهم أكرم نزلها. وتكون جنازة المرأة مغطاة، وهذا من شرع الله. ما أجمل هذا الشرع، لأن الله أمر المرأة أن تتغطى، وكذلك عند الموت كذلك أمرنا أن نغطيها بهذا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، وهي سنة فاطمة رضي الله عنها أول من سنت ذلك، فقال أتتركوني هكذا ويراني الرجال، بمعنى قولها رضي الله عنها وارضاها، فصار تشريعا في ذلك. فبالنسبة للصلاة على المرأة يقف الإمام في الوسط ويدعو الله لها. فقال بعض العلماء لماذا يقف الرجل في الوسط؟ الحكمة قال حتى يكون الإمام سترا لعورة المرأة عن المأمومين، ويقف عند الرجل لأن أشرف مكان له الرجل، خلافا للإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه، فإن الإمام مالك يرى عكس هذه المسألة.
الحمد لله